بشرى سارة لطلاب امتياز صيدلة دفعة 2024 إن شاء الله. تمت الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 سنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي، تأكيدا على أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سنة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، وتحديد مكافأة لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب. هتبقى إن شاء الله زي امتياز طب كده، وهي حوالي 2500 جنيه في الشهر إن شاء الله.